ألتراس أهلاوي. في يوم 13/4/2007 تم تأسيس أقوى ألتراس في الوطن العربي وأفريقيا، وأول ظهور ليهم كان ضد إنبي. ظهروا ببانر مكتوب عليه ألتراس أهلاوي، وجه الألتراس كتاني مجموعة في مصر بعد الوايت نايتس. وكان الألتراس ليه شروط تشجيع طول 90 دقيقة من غير توقيف، والسفر ورا الفريق في أي مكان. أول سفر للألتراس كان في 2007 ضد النجم الساحلي في نهائي أفريقيا في تونس، وبعدها كتر السفر ورا الفريق. ونيجي لأعظم دخلات الألتراس، وهم حلقة النار ونسر الأهلي والسبع لغات. وازاي الألتراس اتجمد نشاطه؟ بعد الثورة الألتراس بدأ يواجه صعوبات كتير، وبعدها اتصنف كمنظومة إرهابية. في أحداث كتير حصلت زودت الضغوط عليهم، زي مجزرة بورسعيد 2012 اللي مات فيها 74 مشجع من أهلي الله يرحمهم، وكانت نقطة تحول كبيرة في العلاقات بين الألتراس والسلطات. اعتقالات وملحقات عدد كبير من أعضاء الألتراس اتقبض عليهم أو اتمنعوا من دخول الاستاد، وكانوا بيمتنعوا من أي نشاط جماهيري. 3. منع دخول الأدوات زي الدخلات والشماريخ والأعلام الكبيرة، حتى الترومبيتات، وده خلى فكرة التشجيع بالطريقة المعتادة شبه المستحيل. وفي سنة 2018 نزل الألتراس أهلاوي بيان بيعلن فيه تجميد النشاط عشان الأهلي فوق الجميع، ومش هيلتزموا بالقوانين الجديدة للمدرج، وإنهم مش عايزين جمهور الأهلي يدخل في صدام يضر بالنادي. بس كده، سلام.